ازاي تعرف تختار انسب عقار ليك؟ عمرك حسيت ان العقار ده كويس ولكن هو مش مناسب معاك؟ خلينا متفقين ان مفيش حاجه اسمها عقار مثالي، ولكن اللي بيتحدد في العقار ان كان مميز او لا هي احتياجاتك انت. انا جاي اقول لك ازاي تقدر تحدد احتياجاتك، وازاي تعرف اذا كنت فعلا محتاج كده ولا مجرد انك عايز حاجه تكون مميزه وخلاص. وده لاني حاسس بيك وعارف ان اصعب حاجه انك تاخد قرار زي ده، خصوصا ان دي تقريبا اغلى حاجه في العالم. وفي ناس بتعيش عمرها كله وبتشتريها مره واحده، وفي ناس بتعيش وتموت وما بتشتريهاش اصلا. حتى وان كنت تقدر تشتري اكتر من عقار، فمن حقك يكونوا كلهم مميزين وتحقق الهدف المطلوب منهم، بدل ما تعيش عمرك كله ندمان على قرار خدته. اول حاجه لازم تحدد ميزانيتك كويس، وتعرف المبلغ اللي انت هتقدر تدفعه سواء كاش او قسط، وتركز وتستشير كويس ايه هي افضل فرصه تناسب وضعك المادي. تاني حاجه الموقع مهم جدا. لو بتشتري عشان تسكن، فاشتري عقار قريب من شغلك مثلا، ويكون سهل الوصول ليه، ومثلا قريب من الخدمات زي المدارس والمستشفيات والجامعات والمناطق الخدميه والمواصلات، لان ده هيوفر عليك وقت ومجهود كبير جدا. اما لو بتشتري للاستثمار، اختار مكان يكون مستقبله كويس زي المدن الجديده، زي مثلا مستقبل سيتي والساحل الشمالي والتجمع السادس. ثالث حاجه وهي لازم تتاكد من وضع العقار القانوني، يعني لو بتشتري مع شركه مطوره لازم تعرف مين سابت اعمالها وايه المشاكل اللي واجهتهم قبل كده وهل حلوها ولا لا، والاوراق القانونيه بتاعتهم تكون كامله تمام. اما لو بتشتري شقه ريسيل لازم تتاكد من وضعها القانوني وتستشير محامي. رابع حاجه وهي مساحه العقار، اشتري عقار على قدك، اشتري مساحه بجد تكون مناسبه مع احتياجاتك، واهتم بعدد الغرف مش بس بمساحه الشقه، وده بيتحدد بناء على احتياجاتك الشخصيه فقط. اما لو بتشتري للاستثمار خليك في المساحات الصغيره. اخر واهم حاجه، فكر في المستقبل، هل المكان ده هيتطور تاني في المستقبل ولا هو كده جاب الماكسيموم بتاعه، ولا هيشهد مشاريع جديده بخدمات جديده باقبال جديد، ولا خلاص؟ لان ده بيفرق جدا وبيزود قيمه العقار مع الوقت. وانا هنا عشان ما تكونش لوحدك في الاختيار. ولو عايز تحجز استشاره مجانيه او مساعده ولسه محتار ومش عارف تاخد قرار، اكتب لي في الكومنتات كلمه عقار.